تجاهل النرجسي للمكالمات يمكن أن يكون ناتجا عن عدة أسباب ترتبط بطبيعة شخصيته وسلوكياته. أولا، الحاجة إلى السيطرة. يميل النرجسي إلى السيطرة والتحكم في العلاقات، وقد يرى أن تجاهل المكالمات هو طريقة للحفاظ على هذه السيطرة وفرض قوته على الآخرين. ثانيا، عدم الالتزام بالعلاقات. قد يكون النرجسي غير ملتزم بالعلاقات بشكل عام، وبالتالي قد يتجاهل المكالمات كجزء من هذا السلوك غير الملتزم. ثالثا، عدم الاهتمام. في بعض الأحيان قد لا يكون النرجسي مهتما بالتفاعل العاطفي مع الآخرين أو بالاستجابة لاحتياجاتهم العاطفية، مما يؤدي إلى تجاهل المكالمات. رابعا، التفكير في الذات. قد يكون النرجسي مركزا على تلبية احتياجاته الذاتية والتفكير في نفسه بشكل رئيسي، مما يجعله يتجاهل المكالمات التي لا تخدم هذه الاحتياجات. خامسا، الهروب من المواقف الغير مريحة. قد يتجاهل النرجسي المكالمات إذا كانت تثير لديه مشاعر غير مريحة، أو إذا كانت تعرضه لمواقف لا يرغب في مواجهتها. من المهم أن تلاحظ أن هذه الأسباب قد تكون نتيجة لطبيعة النرجسية وسلوكياتها، ومن الصعب تحديد سبب محدد دون معرفة التفاصيل الكاملة للعلاقة وسياق التفاعلات.